زمان لما كان بيحصل لي مشكلة واقع في مشاكل كتير، من ضمن المشاكل اللي كنت بقع فيها والناس العجيبة اللي انا كنت بقع فيها، كنت افضل اقول ليه يا رب انا تعبت مش قادرة استحمل. مثلا ادعي دعاء مش بيستجاب، ليه يا رب؟ حاجة مثلا ما تمتش للاخر زي ما انا كنت عايزة او متخيلة، افضل اسأل ربنا وابقى متضايقة جدا وعمالة اعيط ومنهارة ومشاكل اقع فيها ومفيش اي حاجة. اكتشفت بقى حاجة بعد مرور سنين كتير قوي، وهوفرها عليكم في فيديو ان شاء الله ما يتعداش ال5 دقايق. عارف الشخص اللي ملوش ملكة، اللي ملوش ايد يتلوي منها او يتوجع منها، خليك انت الشخص ده. طب ازاي بقى؟ بمعنى ان لما حد مثلا يجي يهددك وانت بايعها، هيفرق معاك حاجة؟ طيب هو معرفش اصلا ان هو يضغطك عشان انت ملكش نقطة ضعف او ملكش دراع تتلوي منه، هيقدر يهددك في حاجة تاني؟ لا، نفس الحكاية. التعطيل اللي بيحصل من العين والحسد والجن والاعمال والاسحار والحاجات دي وكده، لما يفضلوا ينفضوا فيك ويجيبوا فيك من فوقيك لتحتيك ويعملوا فيك اللي ما يسوي، يلاقوك بتنهار. فلما بتنهار طاقتك بتقل، لما طاقتك بتقل فيقوم الشيطان متملك منك والجن، فيفضل يلعب على الوتر الحساس اللي عندك. طب انت هتديله فرصة؟ لا، ما تديلوش فرصة. طب ازاي؟ ما انا برضو بشر وليا مشاعر واحاسيس برضو يعني هعمل ايه؟ مش هدوس على الزرار كده خلاص؟ لا لا لا. بص بقى، والله العظيم بعد معاناة سنين ومرت، انا بقول لك الخلاصة. كل ما يحصل حاجة اخترع لها سبب. طب ازاي؟ كل ما تقع مشكلة اعمل ازاي؟ وده حقيقي على فكرة، انت مش بتوهم نفسك، لا ده حقيقي اصلا. يا ترى يا رب بعدت عني الشخص ده ليه؟ يا ترى يا رب الموضوع ده ما كملش ليه؟ يا ترى يا رب هو انا تعبت ليه قوي الفترة دي؟ اكيد في حاجة. يمكن مثلا عشان ربنا عايز يخليني اقوى، يمكن عشان ربنا عايزني اكون واعي للناس ومش اي حاجة كده تأثر فيا وتأذيني نفسيا، ابقى يعني سترونج. فطول ما انت بتفكر بالطريقة دي محدش هيعرف يلوي دراعك، لا جن ولا انس ولا شيطان ولا اي حاجة، والله العظيم. فاسمع مني واسمع نصيحة واحدة كانت بتمشي بتصوت في الشارع ومنهارة بتعيط ويعني مش قادرة اقول لكم كده، والله العظيم. بس الحمد لله ربنا من عليا بجد والله بالنعمة. الرضا، مش فرحان بس راضي، ودي اقوى من الفرح مليون مرة. الفرح ده ممكن يروح ويجي بداله زعل، يجي فرح، يجي مش عارفة ايه، انما الرضا معاك، سواء زعلان معاك رضا، سواء فرحان راضي. عرفت؟ فالسر في كلمة الرضا انك تكون راضي بس. ارضى باللي مكتوب ليك وافضل دور لها على اسباب كده وحاجات كده، زي عارف انت المفتش كرومبو، خليك كده افضل يا ربي هو ليه حصل كده معايا؟ اكيد ليه سبب. هو الشخص ده استندل معايا كده ليه؟ هو الشخص ده اذاني كده ليه؟ هي الانسانه دي نكرت المعروف اللي انا عملته معاها ليه؟ مش يمكن عشان اخد ثواب في الاخره وانا عندي مثلا سيئات كتير وهي تشيلها عني؟ مش يمكن عشان تستقوى وتبقى احسن وتبقى افضل، عشان تقدر تواكب الحياة والناس اللي حواليك ومحدش يقدر يستغلك ولا يضغطك ولا يسترس عليك، وانت اصلا يا عيني مسكين غلبان. فربنا هيجازيك في الاخرة. اصبر هتنول، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقصد في سورة الضحى الآخرة بتاعت الآخرة يوم القيامة. ايه ده يعني احنا مش هنعيش الدنيا؟ لا، والآخرة يعني برضو بتاعت الدنيا كمان ان شاء الله. ربنا يعني الأولى كانت صعبة، الآخرة يعني
جزات تعبك ومعاناتك وكل حاجة ان شاء الله ربنا يجازيك في الدنيا في الاخر يوم القيامة. في تركة بقى صغيرة لازم تاخد بالك منها كويس قوي. لما تكون زعلان وعايز تفضفض بقى لحد عشان ما تقعش في مشكلة او عشان تخرج من اللي انت فيه، حاول تفصل نفسك عن الناس وتقعد مع نفسك تستجم، تخرج الطاقة السلبية اللي جواك، تبكي، تعيط، تصوت، تصرخ، تتنطط على السرير، تتشقلب، اعمل اي حاجة، بس اوعى تربط زعلك بانك تروح تحكي لحد. ليه بقى في حاجة بقى، عشان انت هتتعود عن وجود الحد ده في يوم من الايام، بما اني ولا دايم الا وجه الله، هتلاقي الشخص ده في يوم من الايام والانسانة دي اتغيرت معاك، فهتبقى هتلاقي حاجة ناقصاك كده، عمال تدور عايز حد تحكيله، فتروح تدور على اي حد فتتأذي تاني وتالت ورابع. فعود نفسك تكتفي بنفسك بينك وبين ربنا، ارفع راسك للسما وعينيك للسما، يا رب انا حصل لي كذا وكذا وانا راضي يا رب، بس راضيني يا رب، راضيني، بس اطلب من ربنا. ولما تخرج خالص من اللي انت فيه ده وتحس نفسك خلاص نفسيتك ارتاحت وبقيت تمام، اخرج بقى كمل حياتك وكمل دنيتك وتعامل مع الناس. يعني الافضل تتعامل مع الناس بشكل سطحي عشان الناس مؤذية بشكل لا يطاق، فتجنب الناس على قد ما تقدر يعني. بينك وبين ربنا فضي مشاعرك، فضي حكاياتك، اقعد كده منك للبلكونة او منك للشباك وبص للسما وافضل كده تأمل السما والنجوم وادعي ربنا وطلع كل طاقتك، وبعد كده اخرج للناس. انما تخرج طاقتك مع حد قسما بالله هتاخد بص فوق دماغك، وفين يوجعك بقى انت حر. فما تعلقش نفسك بشخص او انسانة، هتلاقي نفسك موجوع هتروح له في يوم من الايام مش هتلاقيه، هتتعب اكتر. واديني قلت اللهم بلغت، اللهم ايه فش هد. السلام عليكم.